أهلا وسهلا بكم. مساء النور، مساء الفل، مساء الحب والمحبة على جميع متتبعات قناة انتي أحلى. عسلامة ومرحبا بكم. حبوبات اليوم وصفتنا لمنع تساقط الشعر. كما تعرفون ديما أن نقول لكم احنا في فصل الخريف، وفي فصل الخريف تتساقط أو تتساقط شعيرات الشعر، يتساقط الشعر كما تتساقط أوراق الخريف. كيما الشجرة في الخريف تصفر الورقة وتتساقط، كيما الشعر زادة في الخريف يتساقط. احنا يوميا الشعر تتساقط ما يقارب 100 شعيرة في اليوم، تتساقط تقريبا 100 شعرة. هذايا في المعدل العادي. في الخريف يمكن أكثر، وخاصة اللي ما يتبعوش نظام غذائي صحي. لذا حبوبات أنا ننصح باتباع نظام غذائي. حبوبات قبل ما نمشيو للوصفات اللي هما العديد من الوصفات ومن النصائح، قبلها فضلا وليس أمرا المشتركة في القناة تعمل لايك، واللي دخلت جديدة تعمل اشتراك وتفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وهيك الفيديو إن شاء الله يوصل إلى العديد من المستحقين. حبوبات أولا لتفادي منع تساقط الشعر والحفاظ على شعر صحي يلزم اتخاذ والاتباع نظام غذائي صحي. من أهمها ناكلوا المكسرات، خاصة المكسرات الجافة، في كلهم بجميع أنواعهم، الفواكه والفواكه الجافة بما فيهم المكسرات زادة، خاصة منها الجوز ولا القرقاع، يمنع تساقط أو علاج لتساقط الشعر. حتى في اليوم تاكل حبة ولا 3 حبات كافيين. حبوبات من أهم الوصفات العلاج ومنع تساقط الشعر. حبوبات عصير بصل الأحمر، ناخذ حبة بصل كبيرة نفرموها ونصفيوها، ناخذ العصير متاعها وندلكوا به الشعر، نعملوا به تدليك للشعر، نخليوه ما بين ما يقارب نصف ساعة حتى لساعة ساعتين، تخليه على الشعر قد ما تقدر، وبعدين نغسلوه. ولتفادي رائحة البصل حبوبات نجموا تستعملوا كما قلت لكم دائما القهوة، يا اما تطبخ القليل من القهوة العادية اللي باش تشربها، والا القهوة اللي في الأكياس، هذيك القهوة سريعة الذوبان، تحطها على بعد ما تغسل شعرك بالشامبو، تحطها على الشعر مدة 5 دقائق، اثنين ما بين اثنين، تحطها 5 دقائق على الشعر، ومن بعد تشطف ولا تشلل شعرك. هذيك تساعد في التخلص من رائحة البصل. من أهمها الوصفات هو عصير البصل. كذلك عندكم عصير زنجبيل، ناخذ زيت الزنجبيل، يا اما عصير زنجبيل طازج عصير، ناخذ الزنجبيل طازج ونفرموه ونعصروه زاد هو ونحطوه على الشعر، يعالج ويمنع تساقط الشعر ويساعد في تكثيف الشعر، وله رائحة كثير حلوة الزنجبيل. كما زاد حبوبات نجمو نحضروا حمام زيت، نحطوا العديد من الزيوت، والا ناخذوا ثوم مفروم مع زيت الزيتون، ونحطوا له العديد كان عندكم من الزيوت العطريه، قطرات من الزيوت العطريه، اي زيت، معناها زيت الكليل، زيت الشاي، هذوما زيت المرمري، زيت الخزامه، هذوم ناخذوا منهم قطرات، مثلا 5 قطرات، ونحطوها مع الخليط هذاك، مع ما يقارب 3-4 مغارف انت وكثافه الشعر من زيت الزيتون، معاهم الثوم مفروم، وندفيوهم على النار، ونحطوا لهم نزفوا لهم الزيوت العطريه هذيك، ونحطوا حبه بيض، ماذا بكم البيض يكون بلدي، حبة بيض، حبة أو حبتين حسب طول وكثافة الشعر، ونعملوهم ماسك على الشعر، نلفوه بكيس نيلون ونخليوه زاد ما يقارب ساعتين، ومن بعد نغسلوا شعر عادي، يعمل على ترطيب ولمعان وصحة ومنع تساقط الشعر. الوصفة هذه زاد فعالة لأن البيض يحتوي على البروتين اللي سيحافظ على صحة الشعر. حبوبات هذه من أهم الوصفات اللي تنجموا تستعملوها مع تخفيف الشامبو. حبوبات تاخذوا الشامبو، كما تعرفوا الشامبو هي تبدأ
كثير مركز الشامبو، يا اما نخففوه بالماء والا تاخذوا منقوع اي عشبه. المنقوع كيف نعملوا منقوع؟ تاخذ كوب من الماء وهكا قبضه من اي نوع من الاعشاب العطريه، حتى نعناع، حتى نعناع، كليل، اي شيء عندك من الاعشاب، وتضيف له الماء الساخن، تعملوا كيما المستحلب، ومن بعد تصفيه، تحط له مغرفتين من الشامبو هذاك تغسل به شعرك، يحافظ على صحه شعرك ويمنع التساقط. حبوبات الشامبو راهو مصنوع من المواد الكيميائية اللي ضارة للشعر، لذا نخففوا نعملوا ديما شامبو أعشاب، أي نوع من الأعشاب تعملوا مستحلب، المستحلب هذاك تصفيه من العشبة هذيك، تضيف له مغرفتين ولا ثلاثة من الشامبو، ترجهم وتغسل بهم شعرك عادي. هذه حبوبات لازمها تدخلوها في عاداتكم لمنع تساقط الشعر والحفاظ على شعر صحي طويل وكثيف. حبوبات هذه وصفتنا لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسونيش في كما العاده لايك وتعليق. ان شاء الله نجيكم في موعد اخر بوصفه اخرى. حطوا لي حبوبات انتم زاده، ساعدوني في اهم الوصفات اللي تحبوها. اي وصفه تطلبوها صحيه والا للتجميليه للشعر ولا للبشره والا للصحه المربوطه بالاعشاب، راني باذن الله نكون معاكم. تو بقى لي كان نقول لكم الى اللقاء، وتصبحون على محبه، نحبكم برشا.